في الخمسينيات مهندس معماري اسمه فيكتور جرون. الراجل ده كان عنده حلم نبيل جدا، يبني اماكن تسوق مغلقه تحمي الناس من المطر والبرد اثناء التسوق، ويبقى فيها مساحات للتجمع والراحه مش مجرد محلات. وفعلا صمم اول شوبينج مول. لكن اللي حصل بعد كده ما كانش زي ما انت تتخيل ابدا. اصحاب المولات بدا يغيروا في تصميماتهم، شالوا الساعات، قفلوا الشبابيك، وعملوا ممرات متعرجه داخل المول. الزائر بيدخل عشان يروح محل واحد يلاقي نفسه تايه، ماشي نص ساعة عدى على 20 وجهة عرض. فجأة يطلع شايل حاجات ما كانش ناوي أصلا إنه يشتريها. العلماء بعدين لما درسوا الظاهرة دي اكتشفوا حاجة غريبة جدا. مجرد إنك تفقد إحساسك بالوقت والاتجاه، مخك بيتحول من وضع إنك رايح لمهمة معينة لوضع تسوق حر. يعني بدل ما أنت داخل تشتري تيشيرت، تلاقي نفسك بتقول طب ما اشوف الجزمة دي، طب ما اجرب البرفان ده، طب ما نتمشى شوية. البيئة نفسها بتكسر تركيزك وبتعيد برمجة عقلك، ومن هنا اتسمى ده جرون افكت. موقف بسيط لكن وراه علم نفس سلوكي بيلعب على أوضح نقطة ضعف في الإنسان، ألا وهي إننا بنتأثر بالمكان والظروف من غير ما ناخد بالنا. سلام.